اختتمت فعاليات بطولة الأطفال وطلاب المدارس من ذوي القدرات الخاصة في معسكرات المدنية الشبابية بأبي قير في الإسكندرية. شملت الفعاليات 4 بطولات رياضية وأنشطة طلابية ضمت الموهوبين في مختلف المجالات. نتابع هذا التقرير. بطولة ليست كغيرها من البطولات، إنها بطولة تلاميذ مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي اختتمت بعد منافسات رياضية وفنية أثبت فيها المتنافسون قدرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. يا ريت الشباب ده بقى اللي بيشوفكم اللي هو يعني ما عندوش نفس التحديات يتعلم منكم الإصرار والعمل الجماعي والرغبة أنكم تبقوا أحسن. هذه البطولات تهدف في المقام الأول بث الثقة في الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع. أهم شيء بالنسبة له أن هو يتم دمجه داخل المجتمع، دمجه في التعليم، دمجه في الرياضة، دمجه في كل الأنشطة العادية، وده اللي بيتم النهارده وبيتم بقى على مستوى. احنا بنشكركم. اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة يعكس رغبة حقيقية للاستفادة من كل فئات المجتمع لدعم مسيرة التنمية في مصر.